السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا متابعينا من كل مكان في فيديو جديد من قناة يوميات أسرة عصرية. إن شاء الله هنعمل النهاردة كيك اسفنجي بدون بيض، مش هنستخدم فيه بيض خالص، وبتزويق بسيط جدا واقتصادي، مش هيكلفنا أي حاجة. طبعا كان في متابعين طلبوا مني ان انا اعمل التورتايه، او ابنها عنده عيد ميلاد، فتقدري انت تعملي تورتايه بسيطه خالص دي غير مكلفه بالمره، وشكلها بسيط جدا وسهل. وكمان مش لازم عيد ميلاد، لو انت عايزه تعملها للاولاد وتزوقها لهم لو هم مش بيحبوا الكيكه العاديه. شايفين شكلها من الداخل هشه جدا وبيضه، يا ريت تكونوا شايفين هشه وشكلها بيضه من جوه، وهو كمان انا قطعت منها وان شاء الله تطلع معاكم ناجحه وبدون مكلفه بالمره وبدون بيض زي ما انا قلت. يلا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. المقادير: معايا كوبايه من السكر، كوبايه من عصير البرتقال، نص كوبايه من الحليب. تقدري تحطي يا اما كوبايه ونص كلها برتقال، او كوبايه ونص كلها حليب، او نص من ده مع كوبايه من ده، يعني تحطي الاتنين او تحطي الكميه كلها يا برتقال يا لبن. يبقى كوبايه ونص سائل بقى، يا اما برتقال يا اما حليب يا اما الاتنين مع بعض. ومعايا كوبايتين من الدقيق، وكيس خميره حلويات، كيس بيكنج باودر، وهاخد معلقتين كبار من الزيت، وهاخد معلقتين من الخل، معلقتين كبار من الخل. الخل هنا هيكون مكان البيض، هو اللي هيخلي الكيكه هشه وهيرفع الكيكه معايا بدل البيض. المعلقه الكبيره بتساوي 2 بيضه، ومعلقتين كبار زيت، وزي ما قلت كوبايه السكر، وكوبايه ونص من عصير البرتقال والحليب، والكوبايتين الدقيق والبيكنج باودر. وهاخد بشر البرتقال، ممكن تضيفي فانيليا او بشر برتقال، اي حاجه عشان الخل، يعني عشان طعم الخل. هنبتدي على بركه الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف هنا عندي السكر، ممكن بالمضرب اليدوي عادي او المضرب الكهرباء، وهاخد معلقتين الزيت، وهاخد معلقتين الخل وبشر البرتقال، دي معلقه صغيره. طبعا انا ولعت الفرن، مولعه الفرن دلوقتي. اول ما تيجي تشتغلي في الكيكه ولع الفرن على طول عشان الفرن يبقى حامي معايا. اخلط دلوقتي فيهم بسم الله. دلوقتي هضيف عصير البرتقال والحليب، هضيف البيكنج باودر على الدقيق واقلبهم كويس، واحط ذره ملح صغيره. هبتدي انزل بقى بالدقيق تدريجي شويه شويه، وهضرب برضو بالمضرب عادي، اقلبه بس شويه كده عشان ما يطرش. خلاص كده قوامها اتخلط معايا وبقت بالشكل ده. بعد كده بجيب عندي صينيه، دي مقاسها 24، طبعا مسحتها مسحه زيت، وبعد كده بطنتها بالدقيق واصب فيها الخليط. دلوقتي بقى هدخل الصينيه في الرف الاوسط على الشبكه، بولع الفرن من تحت بس، طبعا الفرن سبق تسخينه. هدخله على درجه 180 لمده من تلت لنص ساعه. كده هي استوت. انا اختبرتها بعود خشب او سكينه، لقيتها طبعا استوت من جوه. اخدت معايا بالظبط نص ساعه، طبعا على حسب كل فرن. هسيبها دلوقتي تبرد. دلوقتي بقى هقلبها، هقلب الكيكه. شايفين القاع بتاعها ما شاء الله، القاع بتاعها مستوي. هبتدي بقى ازوقها بحاجه بسيطه جدا. انا عندي هنا دي مربى برتقال، كنا عملناها مع بعض قبل كده، خفتها بشويه ميه صغيرين، وابتدي ان انا احط كده عليها. بعد كده هجيب عندي ده كريم شانتيه، ممكن تجيبي كيس عادي، وابتدي ازوقها. وعملت كده وردات من الكريم شانتيه. بعد كده ده عندي شوكولاته شيبس، كريز، اي حاجه. وطبعا دي شوكولاته فرماسيه، انا طرتها كده. ابتدي احط كده